السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. لو انت داخل اول يوم جامعه لازم تعمل ايه؟ دي اهم النصايح اللي انا ممكن اقدمها لك لو انت اول يوم جامعه او انت اول يوم جامعه. فحاول تشوف الفيديو ده للنهايه، وتقريبا اخر حاجه من الوصايا اللي انا هقول لك عليها دي مهمه جدا، حاول انك تعملها. اول حاجه، دي النصيحة لو انت طالب في جامعة حكومية، وانت طبعا لو انت طالب في جامعة ازهرية فالحتة دي مش ليك. الحتة اللي انا بتكلم عليها دي الا وهي فكرة الاختلاط. على اكتر قدر ممكن من الحتة دي حاول انك تبعد عن فكرة الاختلاط في الكلية، وحاول انك تبعد عن فكرة البنات في حوار الكلية، لانك باستفاده كبيره مش هتستفاد حاجه من فكره الاختلاط والكلام مع البنات، لان في النهايه انت ما بتستفادش حاجه. طب انت ممكن دلوقتي تسال سؤال معين، هل انك بتتعرض لجروب الكليه وانك بتتعرض دايما للاسئله والحاجات دي، هل انت مش قادر انك تعرف تعمل كنترول في الحته دي؟ انك تعرف ان ازاي دي فكره اختلاط لا تجوز شرعا، وان دي فكره اختلاط تجوز شرعا. انت سيد قرارك في الحته دي. انا ما اقدرش ان انا اقول لك ان الاختلاط يجوز. الاختلاط في حد ذاته او الكلام مع البنات في الكليه، يعني مش عايز اقول لك ان انت بتستفادش حاجه، كل اللي انت بتستفاده انك بس ايه، بتحب ان انت تتكلم مع البنات. فحاول انك تبعد قدر الممكن عن فكره الاختلاط مع البنات، وكذلك البنات حاولي انك تبعدي فكره قدر الممكن عن الكلام مع الولاد في الكليه، لانك انت مش هتستفادي ولا هو هيستفاد ولا حد هيستفاد من انك تتكلم مع بنت او انك تتكلمي مع ولد. دي حاجه. الحاجة التانية من الوصايا اللي أنا حابب إن أنا أتكلم عليها، حاول إنك تجرب في الكلية حاجات كتير، لأن فترة الكلية بالنسبة لي فترة ذهبية جدا. فترة الكلية حاول إنك تجرب حاجات كتير جدا، وإنك تنزل إيفنتات، وإنك تدور على حاجات كتير في الكلية، وإنك تشترك في الاتحاد الطلبة لو أنت عندك اتحاد طلبة، وإنك تجرب، لأن فترة الكلية دي عمرها ما هتتكرر في حياتك تاني. ففترة الكلية بالنسبة لي كانت فترة ذهبية جدا، لأني دايما بحاول إن أنا أجرب فيها. قعدت فترة كبيرة ما رحتش الكلية، لكن السنتين أو الثلاثة اللي أنا كنت في الكلية فيهم كنت بجرب دايما حاجات جديدة، إن أنا كنت بشارك في إيفنتات، لو في إن أنا بشارك في دورات، لو في الحاجات دي كلها بتكتسب للطالب أو اللي في الكلية نفسه خبرة. إنك حاول إنك تشترك في الحاجات اللي هي دايما فيها يعني فيها ان دايما بتحاول انك ايه، مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن انت الحاجات دي بتفيدك في خبرة الحياة، انك بتحاول انك تكتسب خبرة، وانك تتعلم، وانك بتشارك، وانك دايما بتفكر انك تعمل دي. طب انت بتاخد رأي ده وده بياخد رأي ده، فانت بتحاول انك دايما بتشترك اراء الناس معاك، وانك دايما بتحاول انك تاخد فكرة ده وانك فكرة ده. ممكن فكرة من الافكار انك في ايفنت معين او في لقاء معين او في دورة معينة، ان الحاجات دي كلها ممكن تفيدك في الحياه بره خالص. انك ممكن تاخد فكره شخص ممكن يعني اتقالت قدامك بالصدفه، فتكون دي الشعله بالنسبه لك انك تجرب في الحاجه دي. وانك يعني فتره الكليه بيبقى فيها حاجات كتير جدا، في فكره الايفنتات والدورات والندوات والحاجات اللي زي كده. فحاول انك تشترك في الحاجات دي كلها، لانها هتفيدك في الحياه العمليه والحياه العلميه. يعني بتفيدك من الطريقه دي وبالطريقه دي، يعني بتفيدك في الطريقتين، او بتفيدك في الحاجتين دول كحياه علميه او حياه عمليه. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، حاول انك تشتغل في فتره الكليه. هتسالني سؤال دلوقتي، طب ازاي اشتغل في الكليه والكليه شغاله، او ان انا مش هعرف اعمل كنترول او تحكم في فكره ان انا مش هعرف اركز هنا ولا اركز هنا، اركز في فتره الكليه ولا اركز في فتره الشغل؟ يمكن من احسن الحاجات اللي انا دايما مقتنع بيها، ان الشغل حاجه مهمه جدا. الشغل من اهم الحاجات اللي انت ممكن تكتسبها في الحياه، لانك طول ما انت اخد فكره ان انا دايما يعني ايه، هقعد اذاكر، وان انا هقعد اقرا، وان انا هقعد اعمل الحاجات دي كلها بدون خبره في الحياه، انت بلح.
اسمعها مني. بلح من حيث كل حاجه، انك دايما يعني لما جيت قلت لك حته الايفنتات او الدورات دي علشان انا عايزك تختلط بالناس، حاول انك تكتسب خبره من الناس. كذلك الشغل من الحاجات المهمه جدا. حاول انك يا عم لو انت مش هتعرف تعمل كنترول في فتره الكليه، حاول انك تعمل كنترول بعد الكليه او في فتره الاجازه. حاول انك تنزل شغل وانك تتدرب وانك تروح وانك تيجي وانك تكتسب في مجالك او في كليتك خبره، وانك تنزل حتى تشتغل اي حاجه. المهم ان فتره الكليه دي تقدر تطلع اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي انت ممكن تستفاد منها. دي الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه واللي بالنسبه لي مهمه، حاول في فتره الكليه دي حاول في فتره الكليه دي حاول في فتره الكليه دي انك تطور لغتك، سواء بقى كانت لغتك دي اللي انت بتتعلمها او اللي انت عايز تتعلمها هي انجليزي او كان فرنش او كان الماني او كان ايا كان اللغه اللي انت عايز تطورها دي. لانك بعد الكليه سواء السي في اللي انت هتقدمه في اي حاجه، سواء كان في كليتك او بره كليتك او ايا كان في مجال انت اتعلمته، حاول انك دايما تطور لغتك في فتره الكليه. لانك بعد فتره الكليه لما بتيجي تقدم السي في بتاعك في اي حته معينه او في اي كان في شركه او في قطاع خاص او قطاع عام او قطاع حكومي، هو دايما هيطلب منك اللغه حتى في القطاع الحكومي دلوقتي بقت مطلوبه. حتى انت دلوقتي بتقول طب انا مش هقدم في جامعه، مش هقدم في شركه خاصه او في عمل خاص. دلوقتي حتى العمل الحكومي بقى بيطلب منك دلوقتي شهاده خبره في لغه معينه وبالذات في اللغه الانجليزيه. عشان كده دايما بحاول ان انا افتح دماغك في حته اللغه في الانجليزي بالذات، انك حاول دايما تكتسب خبره في الانجليزي. دي حاجه الرابعه. الحاجه الخامسه، حاول انك دايما تتعلم مهاره جديده في فتره الكليه. ما تقنعنيش انك هتحاول دايما انك ال 24 ساعه هتذاكرهم. مفيش حد يعني حتى طالب كليه الطب نفسه ما بيقعدش الفتره الكبيره جدا دي بيقعد يذاكرها. يعني حاول انك دايما تتعلم مهاره، حاول دايما تتعلم مهاره الجرافيك، حاول تتعلم مهاره الديزاين، حاول انك تتعلم مثلا برمجه، حاول انك تتعلم في مجال الايديت، حاول دايما تتعلم في مجال الفوتوشوب. حاول دايما تتعلم مهاره، لانك مش عايز اقول لك ممكن انك بكليتك دي انت ما تعملش بيها حاجه بعد اللي انا قلته لك ده كله. حاول انك دايما انك تتعلم مهاره جديده جنب الكليه. حاول انك دايما تتعلم مهاره تسندك او تخلي مكانتك في سوق العمل قويه جدا. حاول انك تتعلم مثلا، دلوقتي بقيت بشوف الاستوريات كتير على انستجرام، ناس في مجال اليوتيوب مثلا، هو من كتر ما هو خلاص بقى فول تايم يوتيوب او شغله التام هو اليوتيوب، بقى بيطلب من اللي عندهم خبرة في مجال الايديت او الفوتوشوب او الحاجات دي ان هو يتواصل معاه وبيحطوا مبالغ قيمة جدا. فانت ممكن على اكبر قدر ممكن انك لازم تتعلم مهارة جديدة جنب الكلية. لانك لو ما اتعلمتش مهارة جديدة جنب الكلية، ممكن بعد 4 سنين كلية، يعني مش عايز اقول لك انت مش ممكن ما تشتغلش وممكن تشتغل، لكن ممكن بقدر كبير من في حالتنا الحالية يعني في مصر هنا انك ممكن ما تشتغلش، وانك تعتمد بعد كده انك تشتغل بره بقى في مجالات انت اصلا ما كنتش تتمنى ان انت في يوم من الايام تشتغلها. فحاول دايما حاول انك تشتغل، حاول انك دايما تكتسب خبرة، حاول انك دايما تتعلم مهارة جديدة، حاول انك تطور لغتك، حاول دايما انك تبعد عن البنات وعن الاختلاط في الكلية، لان الحتة دي مش هتفيدك في حاجة. فدي كانت اهم 5 وصايا بالنسبة لي ان انت لو في فترة الكلية حاول انك تعملهم. فلو وصلت لنهاية الحلقة دي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفك في فيديو قادم ان شاء الله. وثانك يو فور واتشنج على المشاهدة دي. السلام عليكم.